بينك وبين حلم أوروبا كسر كيلومترات عوم في البحر، مدينة سبتة، البوابة السحرية اللي بيحلم بيها آلاف الشباب. رحلة صغيرة ومخاطرة كبيرة بتستغرق ساعات معدودة عوم في المية. لو نجحت فيها يبقى حطيت رجلك رسميا في أوروبا. بس ايه اللي حصل الأيام اللي فاتت وخلاها تتصدر الأخبار وتعمل زلزال بين المغرب وأسبانيا؟ وليه المدينة دي بالذات مجننة آلاف من المهاجرين؟ مدينة سبتة اتحولت في الأيام الأخيرة لأكتر نقطة التهابا وعبورا للحدود بين القارتين السمراء والعجوز. آلاف من المهاجرين قرروا يخاطروا بحياتهم بكل الطرق، منهم اللي اقتحم الحدود البرية ومنهم اللي رمى نفسه في البحر وأخدها عوم في رحلة استمرت أكتر من 7 ساعات متواصلين. السؤال هنا إيه السر ورمزية المدينة دي؟ وليه سبتة بالذات؟ في البداية سبتة تقع على الساحل الشمالي لقارة أفريقيا، ورغم موقعها الجغرافي الأفريقي إلا إنها مش تابعة لأي دولة أفريقية. هي مدينة إسبانية بتقع تحت الحكم الذاتي، يعني ببساطة شديدة أرض أسبانيا تابعة للاتحاد الأوروبي لكن في قلب أفريقيا. وهي مش لوحدها، معاها مدينة تانية اسمها ماليليا، والاتنين بيعتبروا آخر جيبين للسيادة الأسبانية داخل القارة الأفريقية. ورغم أن مساحتها صغيرة جدا تقريبا 18 كيلومتر مربع بس، وعدد سكانها حوالي 85 ألف نسمة، إلا أن موقعها الاستراتيجي خلى قامتها أكبر بكتير من مساحتها. هي حرفيا النافذة الخلفية لأوروبا. طيب ده معناه إيه بالنسبة للمهاجر؟ معناه إن مجرد ما قدمك تطو أرض ثابتة فأنت بقيت رسميا جوه الحدود للاتحاد الأوروبي، وده بيفتح لك أبواب زي تقديم طلبات اللجوء أو الانتقال بعد كده لعمق الدول الأوروبية زي فرنسا أو ألمانيا. عشان كده سبتة مش مجرد مدينة ساحلية، سبتة هي حلم العبور اللي بيحارب آلاف الشباب علشان بس يوصلوا لها.